في خطوة مفاجئة، أعلن نوفل موسى المعروف بلقب صوفيا طالوني عن توبته وعودته إلى الطريق الصحيح، حيث وجه رسالة اعتذار إلى الجمهور المغربي الذي تابع مشواره على منصات التواصل الاجتماعي. وأعرب نوفل موسى في بث مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي عن ندمه العميق على تصرفاته في السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه أدرك الآن خطورة الرسائل التي كان يقدمها، والتي وصفها بأنها لم تخدم المجتمع ولا القيم الأخلاقية. وأكد أن قراره بالتوبة جاء بعد فترة من المراجعة الذاتية والتأمل في مسار حياته. وقال موسى في كلمته: أعتذر لكل من تأثر سلبا بما قدمته سابقا. أدركت أن الطريق الذي سلكته كان خاطئا، وأطلب من الله المغفرة ومنكم الصفح. وتلقى إعلان نوفل موسى ردود أفعال متنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر البعض عن دعمهم واحترامهم لقراره، بينما اعتبر آخرون أن الخطوة جاءت متأخرة، خاصة بعد التأثير الكبير الذي أحدثته شخصية صوفيا طالوني في المجتمع المغربي وخارجه.